يخبرنا بأن الله عز وجل ما كان يعطي النبوة لنبي إلا بعد أن يعطي ذلك النبي العهد أنه إن أدرك سيدنا محمد أن يكون تابعا له. ما هي الآية يا شيخ زهير؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إيش بعدها؟ وجاءكم إيش؟ رسول مصدق لما معكم. أيوة، إيش هذا العهد اللي أخذته علينا يا رب؟ ألا تؤمنون بي ولا تنصرن. طيب الحق سبحانه وتعالى الذي أخذ العهد على ساداتنا الأنبياء يعلم أنهم لن يدركوا أصلا، يعلم أنهم لن يلقوا إلا في ليلة الإسراء والمعراج في عالم ذلكم العالم، عالم المثال أو عالم الحسن. لكن كل نبي أخذ عليه عهد النبوة كان يعلم بأنه لن يلقى سيدنا محمد، ومع ذلك يقال له خذ قبل ما تستلم النبوة، قبل أن تخلع عليك الخلعة، قبل أن تعطى العطية، تعهد أنت إذا لقيت محمدا تؤمن به تنصره تتبع هذا الحديث. فلما يؤخذ العهد عليهم في أمر لن يحصل؟ هذا أمر أيضا. ذلكم أن شؤون هذا الوجود أجمع أراد الله الذي لا معقب لأمره أن يجعل قطب رحاها سيدنا محمد. فالأنبياء شرط استلامهم النبوة أن يقروا أنهم يتبعون سيدنا محمد إن أدركوا. كأنه يقال لهم أنتم نواب عن حضرته في هذه الرتبة، هو صاحب الفردية فيها، هو أصلها، لأننا قد نبأناه وآدم منجدد في طينته، لأننا قد نبأناه وآدم بين الروح والجسد قبلكم قبل القبر. حتى رتبة النبوة كأنها رتبة شرفت به، وتشرف من عداه من الأنبياء بها. فالرتبة شرفت به، والزمان والمكان شرفا به. مكة، المدينة، القدس عجل الله بتحريره، وعندنا أحبة جاءوا من فلسطين، من غزة الله يفرج عن أهلها، عن بيت المقدس وأهلها. والزمان خير الناس قرني، والبشر الحجر والشجر والهواء ونسمة الهواء التي تمر، كلها ارتبطت بنورانيته في مراتب فضلها. كنا مرة في مصر في شيء من جهة السواحل في مصر، كانت ليلة مقمرة، البدر فيها مكتمل، ومثلها مرة هنا في البر في أبو ظبي. إذا السماء كانت صافية فكان البدر مكتملا والضاء، عند النظر إليه خطر في البال خاطر، هذا البدر الآن الذي ننظر إليه ونظر إلى سيدنا محمد. نظر إلى سيدنا محمد وهو نفسه، صح؟ هو نفس البدر هذا القمر نفسه، نظر إلى سيدنا محمد. فالبدر الذي ينظر إليه نظر لسيدنا محمد. الأقمار كثيرة موجودة في العالم الذي تعرف عليه إلى الآن، وأكثر فيما لم يتعرف عليه، كواكب من الجموع الشمسية والمجرات كما أقمار فيها. لكن من بين كل الأقمار هذا صحابي الأقمار، هذا شاف سيدنا محمد زان، ما له النصيب الكبير. بل حتى ساداتنا الصحابة كان ينظر سيدنا من هذا، هل نظرت إلى وجه رسول الله في ليلة الإضحيان القمر فيها مكتمل صافي، فكنت أنظر إلى البدر وأنظر إلى وجه رسول الله، فأنظر إلى البدر وأنظر إلى وجه رسول الله، والله لوجه رسول الله أضوى من البدر. إذن كلام هنا عن شيء من وراء مجرد الحس، شيء متعلق بالحقيقة المحمدية. طيب يا رسول الله، هذه أمور غيبية لما تحدثنا بها؟ أنت جئت تقول لنا افعل لا تفعل، جئت تعطينا الشريعة، لكن ليش أعطيتنا هذه التنفسات؟ كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. نعم،
كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. ليش تحكي لنا هذه الأشياء يا رسول الله؟ هذه ما فيها تشريع، ما فيها حلال حرام افعل لا تفعل. نعم، تشريعات أمور مهمة ولا يستهين بها صاحب عقل ولا دين، لكن التشريعات هذه مثل الوعاء، المقصود هو ما يصب فيها، وما يصب فيها عالم الروح والمعاني. أريد أن أقول لكم ارتقوا في فهمكم لصلتكم بي إلى ما وراء الحس، اجعلوا مشهدكم في صلتكم بي يتجاوز هذه الظواهر وهذه الحسيات. أنت ما بتشرب بدون وعاء، يطير منك، لابد من الشريعة، لابد من الوعاء، لكن الوعاء لا يطعم ولا يسقي. الوعاء وعاء طعام، والسقيا التي فيه هي المعاني، هذه الأذواق الحقائق. فجاء يربطنا بهذه المعاني التي هي من وراء الزمان والمكان، ليست داخل طائلة الزمان والمكان، لنرتقي نحن في مشاهدنا ونخرج عن قيد الزمان والمكان، لنخرج عن سجن الجسد والحس. لهذا نتعجب الإنسان من يقول له خلاص يعني صح نحب النبي بس خلاص النبي مات وخل هذا ما هو ساعي بريد، احترم نفسك. ساعي البريد يوصل لك الرسالة ويروح شكرا نحبك لكن خلاص شغلنا بالرسالة. لا، سيدنا محمد هو الرسالة، هو صلى الله عليه وسلم الرسالة، وبدونه لا تكون هناك رسالة. وبما أنه الرسالة فالرسالة لا تموت، وموته صلى الله عليه وسلم هو انتقال من دار إلى دار، من دار يحكمها عالم الحس إلى دار الإطلاق مرة أخرى. كان قبل أن يولد في هذه الدنيا نبيا وآدم بين الروح والجسد، وهو الآن نبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد انفصال الروح عن الجسد، والجسد المطهر المنور قائم في ضريحه الأنور وهو حي صلى الله عليه وسلم فيه حياة برزخية كاملة حقيقية. غير أنه يقول لنا نسمعوا قبل أن أولد، بعد أن أنتقل من هذه الدنيا، قبل الولادة، بعد الوفاة، أنا محمد. فمن كانت صلته بالحس بالذي ولد في مكة وهاجر إلى المدينة ونبي ثم توفي ودفن هناك، من كانت صلته محصورة على هذا أي النبي بالنسبة له مات. لكن من عرف أن صلته بالنبي وآدم بين الروح والجسد فهي الصلة الممتدة إلى يوم أنا لها في يوم القيامة. حتى فرحنا بالمولد الشريف، هذا من باب التذكار، وإلا في كل لحظة لنا فرح بمولده لا تعلق به. هذا من باب التذكير، من باب الأدب مع الله في قالب الزمان والمكان. حنيننا إلى المدينة من باب الأدب مع الله في قالب الاصطفاء للمكان. فرحنا بالمولد من باب الأدب مع الله في قالب الزمان. لكن المقصود من وراء ذلك، المقصود أن تعيش وأنت تتنفس معنى الصلة بالجناب الأطهر الأجرف الأقدس، أن لا يغيب عنك هذا المعنى. إذا صليت تتذكر قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي. إذا لم تحظى العين الشحمية هذه برؤيته وهو يصلي، ارتقي أول درجة في السلم وانظر إليه لتراه وهو يصلي فيما رواه الثقات عنه ممن رأوه وهو يصلي، ثم اعمل على الاقتداء به فيما رأيته من خلال السنة يصلي، ترتقي إلى أن تراه يصلي، لأنه الإمام. اجعل إمامك أمامك وألقي إليه زمامك. يا رسول الله بنحج، قال خذوا عني مناسككم. أنت يا رسول الله، يا رسول الله، نحن نحب الله، قال يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، عندي الخبر. طيب لو اتبعناك أنت بتحبنا؟ قال يحببكم الله. الباب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، على طول. بس هذه فيها شرط، من درس لغة عربية كلكم. جواب الشرط مترتب على إيش؟ على فعل الشرط، صح؟ ما يتحقق جواب الشرط إلا إذا تحقق فعل الشرط. طب إيش فعل الشرط هنا؟ وإذا إيش؟
وإذا إيه؟ سألك، هذا الفعل له، مش هنا فعل الشر. إذا سألك عبادي، إذا سألوك، إذا ما سألوك ما جاءوا من بابك ما يعرفون معنى أني قريب، ما يتأتى في قرب. بعض الناس قفزوا يقول لك قال الله تعالى فإني قريب، حتى ما قال فقل لهم فإني قريب، وهذا الدليل أنه ما في انت هرب قفزت أول الأمر. وإذا إيش سألك، هذا فعل الشرط، جواب الشرط إيش في محل فإني قريب، خلاص. إذا ما سألوك ما في قرب، إذا ما جاءوا من بابك ما عرفوا القرب. هذه الآية اللي استشهد بالبعض بها في نفي الواسطة هي عين دليل الواسطة المحمدية في سائر الأحوال. هذه نفحات هذا الأذان الحمد لله في مثل هذه اللحظة في مكة، يعني بعد ما نصلي مباشرة بيكون وقت بزوغ نوره صلى الله عليه وسلم. لهذا بنصلي الفجر مباشرة بنجلس بنقرأ المولد الشريف مرة ثانية، ولا تعبتوا؟ حد يأذن؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود. رب اغفر لي ولوالدي، 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 رب ارحمهما كما رب الصغير. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وافضلهم ووفقنا وفقنا لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والعافيه والدين في الدين والاخره. اللهم بارك إدبار ليلك وأصوات دعائك. صلى الله على سيدنا. واحد قال ما فهمت الكلام عن فعل الشرط وجواب الشرط بشكل بسيط. واحد تقول له إذا ذاكرت فإنك تنجح. جاء واحد يقول ما في داعي للواسطة حقت المذاكرة هذه، أنا عندي خلاص فإني أنجح. لا، يقول لك إذا ذاكرت فإنك ناجح، إذا أقبلت فإني أقابلك، إذا جئت فإني أقبلك، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. الشرط ولا لا يا مشايخ؟ هل يتأتى جواب الشرط بدون تحقق فعل الشرط؟ ها يا مشايخ؟ قال إذا جلست إلى الأستاذ فهمت. قال له ما أحتاج جلست الأستاذ، خلاص أنا مباشرة. قال لي فهمت؟ قال لي فإنه سيفهمك. ما قال كذا، قال فهمت على طول. أنت ما فهمت. ما فهمت. الذي لم يفهم معنى حياة النبي لن يفهم معنى موت النبي، والذي لم يفهم معنى موت النبي لن يفهم معنى حياة النبي، والذي لا يفهم معنى حياة النبي وموت النبي لن يفهم هو معنى حياته ولا معنى موته. الموت عنده معنى نهاية وانقطاع، هذا عدم ما عرف الدين كما ينبغي. إذن هذول الدهريين قالوا إيش يقولوا؟ نموت ونحيا ما يهلكنا إلا الدهر وخلصت المسألة. هذا شغل الدهريين الملاحدة. نحن المؤمنين ما عندنا هذا، عندنا الموت وانتقال من حياة إلى حياة، مش ما خلصت. بعضهم عادوا يصيحون على صاحبنا هذا، يقولوا كيف يطلب من النبي الشفاعة ويعلمون عليه. ولا إيش؟ ليش؟ قال يقول لك الطلب الشفاعة من النبي شرك. ويوم القيامة لما في صحيح البخاري وغيره كل العالم يروحون لآدم يطلبون من الشفاعة. في نص البخاري في إحدى روايات يستغيثون بآدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، بعدين يجوا عند سيدنا محمد ما يقول لهم يا هو بطلوا شرك، روحوا قولوا يا رب شفع فينا محمد. نقول لهم أنا لها. تعجب العقول اللي تجعل شيء في الدنيا شرك في الآخرة توحيد. كيف؟ يا إذا كان شرك هنا هو شرك هناك، وإذا كان هو توحيد هناك هو توحيد هناك. الله يفهمنا، الله يفهمنا، الله يفهمنا. بس خلاص أنت لا تحك جنب. الله يفهمنا، الله يفهمنا. لأنه حقيقة يا إخوان ما المقصود من هذا؟ ليس النزاع ولا المكايدة ولا غيرها. المقصود من هذا من وراء هذه المعاني، أي أن يعيش كل واحد منا هذه المعاني في داخله هو. حاجتنا إلى هذه المعاني في حياتنا، في يقظتنا ونومنا، في بيعنا وشرائنا، في وظيفتنا، في أخذنا، في إعطائنا. الذي يعيش هذه المعاني يغلب عالم الحس، والذي يغلب عالم الحس ترتاض نفسه، تزكو، يطهر قلبه، يسمو روحه. لكن الذي لا يعيش هذه المعاني يغلبه الحس، والذي يغلبه الحس يصبح أسيرا لهذا